نجمة أوليفير. كان أوليفير يؤمن دائما بأن النجوم أقرب مما تبدو عليه. وفي إحدى الليالي بينما كانت الشمس تلون الحقول باللون الذهبي، وجد شيئا مستحيلا، قطعة هاوية من الضوء كانت تنبض بنعومة بين يديه وكأنها لا تزال على قيد الحياة. حملها إلى المنزل غير مدرك أن هناك عيونا فضلية ترقبه من بين الأعشاب. في ورشته القديمة داخل الحظيرة بدأ أوليفر يحلم بصوت عال، يرسم ويقيس ويتخيل، وبصحبة رفيق هادئ بجانبه بدأ في البناء، لكن بناء شيء سحري ليس بالأمر الهين أبدا. فشلت المحاولة الأولى وكاد الضوء أن يتلاشى، وتحت سماء الليل الساكنة تسلل الشك إلى نفسه، ومع ذلك كان يجلس بجانبه صديق لم يشك قط، وفي بعض الأحيان يكون هذا كافياً. لذا حاول أوليفر مرة أخرى بذكاء أكبر وشجاعة أشد وعزيمة أقوى. هذه المرة استجاب الضوء. معاً حمل ابتكارهما إلى أعلى التلة، وبنفس واحد ثابت تركها أوليفر ترتفع. وبينما كانت نجمتهما تعود إلى السماء، أدرك أوليفر شيئاً جميلاً. أحياناً لكي تصل إلى النجوم لا تحتاج إلى لمسها، بل تحتاج فقط إلى أن تؤمن بها.